سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. صراحه هذا الفيديو هذا مميز صراحه عندي. اسمحوا لي بعدا كنعتذر على الصوت ديالي، ما واضحش حيت راني مريضه، وفي نفس الوقت عندي بزاف ديال الفيديو المونتاج وخاصني ندير لهم مونتاج باش نحطهم في اليوتيوب ان شاء الله. المهم البنات، اليوم بغيت نشارك معكم الحضور ديالي لاول مره في واحد العرس اللي مخلط الصراحه بين مصريه ومصري، هي مصريه جزائريه، غتزوج ان شاء الله بجزائري. الله يكمل عليهم بالخير يا ربي ويرزقهم الذريه الصالحه ان شاء الله. صراحه بغيت نشارك معكم اشنو غادي نلبس. المهم راكم عارفين بالنسبه لوحده يعني عندها وليدات صغار ما كيصلح داكشي ثقيل الصراحه. بغيت نلبس غير هكا قفطان خفيف. هاد القفطان البنات اللي كنشارك معكم راه صاوبته في المغرب ملي كنت جايه، ويلا صيفطاتو لي ماما حيت ما بغيتش زعما نجيبو معايا، قلت راه ما غاديش نحضر هنا في شي حاجه ولا هكا، ما درت في حسابي الصراحه. المهم كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هو راه اللون ديالو قرونه وما نكذبش عليكم راه ثقيل، عنده واحد الطرزه من الظهر يعني متقلاه. غير هو غير اون بياس يعني ماشي دو بياس. صافا البنات هادشي اللي كاين. غندير لهاد الفولار وهداك داك الحزام ديالو. عندي جوج، هذا خفيف الصراحه وعندي واحد ثقيل ما كيعجبنيش، انا كيعجبني داكشي الصراحه يكون غير سامبل وخفاف هكا. هاد البارفان ديالي المفضل عندي اللي كنت كناخذو ديجا من سيفورا، ولكن دابا مع انا اصلا كندير هاد الخدمه هادي ديال المعشوقان فكيجيوني يعني الرخاص وفي نفس الوقت راه اوريجينال البنات وزوينين. هذه اللي غندير ليبغ صراحه واعره بزاف، راكم عارفين اصلا البارفان ليبغ راه واعره شي حاجه طوب. المهم كيف ما كتشوفوا هو داير على هذا الشكل، وهذوك داك الدبيجلات ديالي. ونسيت ما وريتكمش هذا الصاك البنات اللي غادي نهز مع نلبس مع القفطان. المهم هذا الصاك خديته، كانوا شافوا عندي البنات في الانستغرام فاش كنت درت العقد ديالي وكانوا سولوني عليه شي بنات اللي كيتابعوني في الانستغرام وفي اليوتيوب. كنت خديته البنات من شيئين وكنت ما جاوبتكمش حيت كنت في ديك الوقيته مريضه. المهم ما عليناش. هاد الصاك البنات خديته من شيئين والثمن ديالو الصراحه ما عقلتش عليه، ولكن رخيص بزاف يعني كان داير غير شي ما كاملش 10 اورو. المهم كيكونوا كانوا واعرين في شيئين بالنسبه للمناسبات هكا الحضور ولا اي حاجه. المهم كيف ما كتشوفوا البنات انا هنا رحنا شادين الطريق لبست، وكنت لابسه غير البلغه باش حتى نقرب للقاعه عاد باش ندير نلبس الطالون ديالي حيت راكم عارفين العذاب. مع مشينا تقريبا ساعه ونص على هادشي ما بغيتش نلبس طالون. المهم هنا كنا يلا خرجنا من الدار وشادين الطريق، وكانت تبارك الله ما شاء الله واحد الشتا كطيح ما نعاودش لكم، يعني الشتا كتيره بزاف بزاف. ومع الويكاند كان الزحام في الطريق، كان العرس نهار السبت وكان الزحام بزاف، يعني تقريبا كنا حاسبين باش نديرو غير واحد نص ساعه ونص، ولكن خرجت لينا في ساعتين تقريبا حيت القاعه اصلا كبير، مع اختاروا قاعه تكون كبيره فكانت بعيده بزاف على باري، خارجه على باري. اسمحوا لي على الصداع ديال ولدي. المهم البنات هنا رحنا كيف ما قلت لكم كنا شادين الطريق. انا غنخليكم على فيديو، ما غاديش نهضر، غادي تشوفوا غير شي لقطات من العرس. صراحه داز العرس غزاله البنات، عرس مخلط صراحه ميلونج ما بين الاكل كان مغربي والفرح يعني او العرس كان مخلط ما بين جزائري مصري، والصراحه غزال اللي طلعت كتحمق وعجبني. مع اول مره كنحضر انا عرس هكا داير يعني مصري، صراحه اول مره نحضر شي عرس مصري ولا حتى جزائري يعني اول مره، ولكن كان واعر بزاف بزاف. واللي عجبني فيه ان داروا فيه واحد المزيج زعما من كل فن طرب. داروا الدخله ديال العروسه كيف ما غادي تشوفوها البنات، الدخله ديال العروسه داروا فاش دخلت للقاعه جابوا واحد الفرقه
كنظن سورية. الدبكة اللي كيسميوها الدبكة السورية الصراحة واعرة واعرة بزاف. ما كرهتش نحط لكم كلشي بالصوت، ولكن خفت من الكوبي رايت. غير المهم غتشوفوا واحد الحاجة اللي فريمون زعما الصراحة واعرة بزاف بزاف، وطلعت ليها الحفلة او الليلة طب طب طب، وما شاء الله عليها جات كتحمق وتبارك الله. زعما الله يكمل عليهم بالخير، حتى هو صراحة باين فيه ولد الناس. وفي نفس الوقت يعني داكشي كان زوين زوين بزاف. المهم هادشي اللي غادي نخليكم على فيديو باش ما نكثرش عليكم الهضره وما نطولش عليكم بزاف. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. وفي الجزء الثاني، هذا راه غير الجزء الاول حيت الفيديو كان طويل بزاف وتقريبا فيه شي ساعه، وباش نحطو لكم كامل يعني جا شويه صعيب، لا في المونتاج ولا حتى في بنادم يبقى يتفرج تيشبع ما جاياش. يعني قسمته لكم هكا حسن. اي فوالا البنات، هذه هي هذا هو العرس. كنتمنى يعجبكم لا فيديو. تلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.